السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله راح نحضروا مع بعض وصفة خبز تونس ولا خبز الباي، وصفة تقليدية. يعني هاد الوصفة راح نحضروها بلا شابلور ولا خبز مرحي ومحمص، وفي نفس الوقت تاخذش وقت في التحضير تاعها، يعني حوالي 5 دقائق تكونوا حضرتوا الوصفة. بلا ما نطول عليكم نمر مباشرة لمقادير وطريقة التحضير. اول شي نحضر الشربات اللي هي كاس ونص سكر مع 3 كيسان ماء. الكيل اللي حبيتو نتوما تكيلو به. نحط معاهم قطعة ليمون ونخليهم حتى يغليو لي 20 دقيقة باش نطفي عليهم. لازم تحسبوا 20 دقيقة بعد الغليان. من جهة اخرى نحضروا الخبز تاعنا. للوصفة نحتاجو 4 حبات بيض مع مبشور حبة ليمون. تحب تستعمل لافاني تستعمل لافاني، مع نص كاس سكر عادي. نخلطهم جيدا حتى يذوب لي هذاك السكر مليح مع البيض. يعني ناخذ وقتي هنايا وانا نخلط في البيض مع السكر حتى يتغير لي شويه القوام، يثقل لي. شوفوا بلي تغير لي اللون تاعو. ثم زيدوا الزيت اللي هو كاس معمر زيت. دايما حجم الكاس 220 مليلتر، حنحطوه على جزئين. حطيت نص ومن بعد نخلطوه مليح مع المكونات باش نزيد النص الاخر. نكمل النصف الاخر. نبقى نخلط حتى ينسجموا لي كامل المكونات. بعدها نحط لهم كاس معمر كاوكاو اللي كنت حمصته ورحيته متوسط ماشي رقيق كامل. نخلطه مع المكونات الاخرى. ثم نحطو لا شابلور ولا الخبز اللي كنت حمصته ورحيته، كاس معمر مع كيس ونصف خميرة كيميائية 15 غرام. ونبقى نخلط هكا مليح مع بعضاهم. يعني شوفوا القوام اللي تحصلت عليه بعد ما خلطت المكونات مع بعض. مباشرة نجيبو سنيوة تاعنا دهنتها بالزيت ونفرغ الخليط فوقها. نتوما السنيوة اللي عندكم وعلى حساب الحبات اللي حبيتوهم مرتفعين بزاف ولا حبيتوهم صغار. نفرغ كامل الخليط، نوزعه على كامل الاطراف هكا باش الحبات يجوني كامل متساويين. في نفس الوقت الفرن تاعي شعلته 180 درجة هكا حتى طيب لي مليح من تحت. كي نشوفوها تحمرت لي من تحت ولا نشوفوا الخبز تاعي تحمر لي من تحت نشعلوا له من الفوق مباشرة. هنا بعد ما ضاب نسقيوه ولا نشربوه وهو سخون. يعني الخبز راهو ولا خبز تونس راهو سخون من الفرن مباشرة، والشربة تكون طيبتها وبردت لي ونبدا نسقي فيها. نفرغ كامل الكمية ونخليها تتشرب لي جيدا. هكذا نكمل كامل الكمية. كما راكم تشوفوا الخبز راهو سخون مباشرة يتشرب هذيك الشربات.
بعد ما تشرب لي مليح نقطعه الى قطع على حساب نتوما الحبات اذا راكم حابينهم صغار ولا كبار. انا هاد المول تاعي عطاني 15 قطعه، يعني وقطع كبار ما شاء الله. وحتى في الارتفاع جو مرتفعين. في التزيين انا حنزينه شويه كاوكاو من الفوق، نتوما على حسب الرغبه تاعكم. اذا نكمل نزينه كامل بهذه الطريقه. اذا هنا بعد ما قطعته وتشرب لي مليح راح نرفده امامكم ونوضعه في طبق التقديم. شوفوا كيفاش جا معسل وجا بزاف خفيف، جاي شهيتكم في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتولي وصفتكم المعتمده لانها صراحه رائعه. شوفوا شكله النهائي في طبق التقديم، جا بزاف خفيف مشرب بيوالم، يعني في سهرات، حتى في الاعراس مع لاتاي. اذا عجبتكم الوصفه ان شاء الله تجربوها وتعطوا لي رايكم وتبارطاجيوها مع الاصدقاء. اذا ان شاء الله لحقنا لنهايه الفيديو. اذا عجبتكم الوصفه خلوا لي جيم ونلتقي في وصفات اخرى. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.